الحفظ من سورة البقرة أو من سورة الناس ما في فضل وارد أحسن إنك تبدأ من فوق أو إنك تبدأ من تحت، يعني إنك تبدأ من سورة البقرة أو إنك تبدأ من سورة الناس. لكن أنت تبدأ تشوف الخيارات المتاحة أمامك وتبدأ تشوف إيش الأسهل لك، وتبدأ تشوف تقدمك حيكون أسرع من فين، هل لو حفظت من سورة الناس أم من سورة البقرة. وما له علاقة أبدا إنه اللي يحفظ من سورة الناس هم فقط الأطفال وإنه الكبار هم اللي يبدأوا يحفظوا من سورة البقرة، ما له علاقة أبدا. لكن خلونا ناخذها على إيجابيات وسلبيات. الإيجابيات اللي حتكون إنك أنت حتحفظ من سورة البقرة هو إنك حتحفظ القرآن بالترتيب، يعني ما حيكون عندك أي مشكلة في موضوع الترتيب، حتبدأ مرتب من السورة الأولى ثم السورة الثانية، الجزء الأول، الجزء الثاني، وتستمر في الحفظ إلين إن شاء الله توصل سورة الناس. لكن في مشكلة لو حفظت من سورة البقرة، المشكلة هذه ممكن ما تجي لكل الناس لكن تجي لأغلبية الناس. المشكلة إنه الناس اللي تبدأ تحفظ من سورة البقرة بعد فترة معينة إذا وصلت الجزء الأول الجزء الثاني وخلصت سورة البقرة تبدأ تتكاسل عن إنها تكمل، لأنه سورة البقرة تقريبا جزئين ونص، يعني ما يقارب 50 صفحة أو 49 صفحة. 49 صفحة حنوصل على نهاية سورة البقرة، وصفحة 50 هي بداية السورة الثانية. يعني من ناحية الإنجاز بتلاحظ نفسك أنجزت بعد ما حفظت جزئين ونصف من القرآن ما يقارب 49 صفحة. الإنجاز اللي كان عندك بالنسبة لك هو سورة واحدة من القرآن. بعض الناس ممكن يحبط بهذه الطريقة، لكن من إيجابيات إنك أنت تحفظ من سورة الناس وهي حتلاحظ إنك لو خلصت صفحتين فقط أنت كذا أنجزت 6 صور، حتكون حافظ 6 صور من القرآن الكريم. لو حفظت 4 صفحات حتلاحظ نفسك حفظت 12 سورة من القرآن الكريم. 12 سورة، الواحد يشعر بالإنجاز لما يحفظ 12 سورة في وقت واحد. إذا أنت حفظت الصورة الصغار هذه حتلاحظ إنك سهل تكررها في الصلوات، في السنن الرواتب، في النافلة، في الوتر، في قيام الليل، تقدر تكررها في أي وقت. لو قدموك الناس تصلي بهم إمام في الجماعة الثانية في أي مكان في أي مصلى حتلاحظ أنك تقدر تصلي بقصار الصور من القرآن الكريم، عكس مثلا لو قرأت من سورة البقرة طويلة والمقاطع طويلة. أيضا قصار الصور هذه تتكرر كثيرا في المحراب في المساجد، يعني تحصل غالبا الأئمة يقرأوا من قصار الصور، يعني يقرأوا غالبا من جزء عامة. فهذه الصور اللي انت حفظتها حتلاحظ انه المشايخ والأئمة يكرروا قراءتها في الصلاة، فحتلاحظ انك تقدر تراجعها بشكل دائم لانك دائما تسمعها، عكس مثلا لو سورة البقرة مو دائما تحصل الأئمة يقرأوا من سورة البقرة. أيضا سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال اللي هو من فين أبدأ، من سورة البقرة أم من سورة الناس؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الذي ننصحه به أن يبدأ من البقرة إلا إذا كان حفظه من المفصل، لأنه أغلبية الناس حفظ القرآن من تحت، يعني من سورة إيش الناس وطالع. وأيضا لأن بعض الناس يسهل عليه الحفظ من المفصل من أجل قصر صوره وآياته، زي ما قلنا لكم إنه السور قصيرة والآيات قصيرة فسهل إنك تحفظها بسهولة. وذكر أيضا الشيخ: وكونه يسمعه من الأئمة في المساجد كثيرا فإذا كان هذا سهل عليه فليبدأ بما هو أسهل. وننصحه أيضا أن يهتم بما كان حفظه أكثر من اهتمامه بكثرة الحفظ، لأن العناية بالموجود أولى من العناية بالمفقود. يعني الشيخ يقصد إنه أحيانا تكون في مقاطع من القرآن وسور من القرآن أنت أصلا حافظها، يعني مثلا بعضهم يكون حفظ سورة البقرة زمان، والبعض مثلا غالبية الناس من تكرارهم لسورة الكهف في يوم الجمعة يكون حافظ سورة الكهف. فالشيخ يقصد إنه هذه الصور اللي أنت أصلا حافظها قبل كذا هذا الحفظ السابق راجعه وأتقنه. مثل بعضهم يكون حافظ سورة البقرة واستمر عليها فترة طويلة ويكررها بين فترة وفترة، فيقول للشيخ مثلا إنه هذه سورة البقرة الآن مثلا راجعها واهتم في الحفظ القديم. كثير من الناس يكون سورة الكهف عنده سورة سهلة جدا لأنه كررها في أيام الجمعة، فأنت الحفظ القديم اللي عندك راجعه واستمر على مراجعته، هذا أهم من كثرة الحفظ. لكن طبعا لا يمنع أنك أنت إيش تستمر في الحفظ وتراجع السابق. وطبعا يا أحبة أهم شيء في هذا كله أن تخلص النية لله عز وجل. حفظ القرآن يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل. أخلص النية لله عز وجل ثم ابدأ مسيرتك في الحفظ، وفالك التوفيق والنجاح. إلى هنا أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.